جاءوا وعسكروا في النهروان. نهروان منطقة قريبة من بغداد الآن بالعراق، أكو نهر. رجل هذا أبوه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخباب بن الأرت. هذا الصحابي الجليل الخباب بن الأرت الذي تحمل ما تحمل في سبيل الإسلام. ما يخلون شوارع باسم هذول. خباب بن الأرت منه؟ خباب بن الأرت هذا البطل عنده ولد اسمه عبد الله بن الخباب بن الأرت. ابنه كان رجل حافظ للقرآن، جاي من السفر، مع زوجته كانت حامل، مع طفل عمره 2 شايله وياه، مع 2 نساء وزوجته 3 نساء. وصلوا إلى نهر الماء، فجاءه الخوارج النواصب، وقفوا أمامه، قالوا له: من أنت؟ عرف نفسك. قال: أنا خباب بن الصحابي الجليل، أنا عبد الله بن الخباب بن الأرت. قالوا له: طيب ما رأيك بعلي بن أبي طالب؟ أصلا هاي الكلمة ما رأيك بفلان هذا غلط. الناس أحرار، تارة تريد تتعلم يقول شنو رأيك، تارة تريد تحاكم الناس. تفتيش العقائد، تفتيش العقائد هذا كان في القرون الوسطى. الكنيسة كان عندهم محاكم الأنجزسيون، تفتيش العقائد. روح اقرأ التاريخ. الإسلام ضد هذا الشيء، الناس أحرار. طيب ما رأيك بعلي؟ قال رأيه. قال: علي أعرف بدينه. قالوا: عجيب، علي كافر، قل علي كافر. قال: لا، علي مو كافر، علي ذو بصيرة. قال له: كان القرآن معلقة في رقبته. قالوا له: بحكم هذا القرآن يجب قتلك. تصوروا الإرهاب. شوفوا احنا ضحية الإرهاب ولا لا؟ 1400 سنة قبل أنزلوه من على فرسه أمام عيني زوجته وولده والنساء الذي كانوا معه، نيموه أمام النهر وذبحوه ذبحا كما كان يعمل صدام. ذبحوه على الماء ذبحا، مو ضربوا عنقه، هذا أسهل، لا، ذبحوه بالسكين، جرت دماؤه في النهر. هذا الرجل هكذا استشهد. طيب، ثم جاءوا إلى ولده، ولد عمره 2 ذبحوه. جاءوا إلى زوجته، مرة حامل والطفل يتحرك ببطنها، والله يندى لها جبين البشر إذا بشر. جاءوا إلى زوجته الحامل، صار بينهم خلاف، نذبح الطفل الذي الجنين اللي ببطنها لولا. واحد من عندهم ما شاء الله لحيته إلى تحت السرة، قال: أنا أعرف، إيه نعم لازم نذبح. قالوا له: قال: القرآن يقول، القرآن، والمشكلة هذه يذبح بصوت القرآن. شايفين هذول الأبرياء لما يذبحوهم يقطعون رؤوسهم ويخلي لك صوت القرآن، ولا يعرفون من القرآن ولا كلمة. قال: وين من القرآن قال يذبحون الأطفال؟ قال: إيه القرآن يقول عن لسان نوح عليه السلام في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين، وأشار إلى عبد الله بن الخباب، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ببطن مرته، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا ابن عبد الله ابن الخباب فاجر كفار، ليش نخليه أصلا يطلع من بطن أمه؟ شال الخنجر، شقوا بطن أمه وأخرجوا الطفل وقطعوا رأس الجنين. والأم مفتوق بطنها، طاحت دماء تسيل، المشيمة طاحت من بطنها وماتت الأم. كم نفر إلى الآن قتلوا؟ 4. عبد الله بن الخباب، ابنه، زوجته، جنينه. 2 نساء مظلومات ما حاكيات ولا كلمة. المرأة تخاف من أصلها، هي خائفة، واقفة ترجف. قالوا: هذول لازم نذبحهم. أيضا واحد قال: وما ذنب النساء؟ ذاك أبو لحية قال: هذول النساء نذبحهم، لأن إذا ما نذبحهم هذول يودون خبر إلى علي بن أبي طالب، لازم نذبحهم، هذول جواسيس.